عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم. أهلا من قلب الزبير. اليوم احنا متوجهين قبر بدر شاكر السياب الشاعر، راح نشد امتثاله، واليوم راح اكون قبره. احنا وصلنا للمقبره بس على سياجها، يقولون الباب من الصفحه الثانيه، وما ندل انا الصراحه، انا اليوم وحدي لان حبيت اسوي استطلاع كامل. خل نروح ندخل المقبره وندل قبر بدر شاكر السياب ونقرا الفاتحه. السلام عليكم، شلونكم يابا؟ شو اخباركم؟ احنا وصلنا الى المقبره، راح ندخل القبر. وهنا دخلنا الى المقبره متوجهين الى قبر الشاعر بدر شاكر السياب، وهاي اكبر مقبره من بعد مقبره وادي السلام. والناس اللي هناك الموجودين يقولون كثير من الشعراء غير بدر شاكر السياب مدفونين بهذه المقبرة. ومدفون فيها هذه المقبرة الحسن البصري. من المعلومات الدينية الشيخ الحسن البصري رحمه الله. أثناء ما جاي أروح للقبر لقيت ناس تحفر بقبر إلى شخص ميت ينتظرون يدفنونه، وهواي سمعت عن هذه الأشجار يتكلمون عليها أهل الزبير. خل نشوف شنو هذه الأشجار. لك ماكو منها بس بالبصره. اي ماكو منها، هي بس بالبصرة. هاي كان مزروع على السور. الزبير كان منطقة وكان زارعينه على السور، داير ما داير المنطقة. يعني سبب عدم تعرض الرياح مع رياح الرياح. يعني هاي الأشجار يقولون يعني ماكو، نادرة وموجودة بس بالبصرة. هاي الأشجار مضى أزل من الأعوام، آلاف من الأقمار، والقلب يعد خوافق الأنسام. وصلنا إلى قبر الشاعر الكبير بدر شاكر السياب. مات ب 1964 في الكويت، هذا تاريخ وفاته، واندفن في هاي المنطقة. هو من منطقة الخصيب صح؟ منطقة جيكور. ودفنوا الشاعر الكبير بدر شاكر السياب بهذا المكان طبعا. وهذا قبر عمه الصحفي الله يرحمهم يا ربي. انا عندنا زوجته قبل شهرين ماتت الله يرحمها، فهم يعني هذا مكانهم، هاي عائلة كلهم مدفونين هنا، وكلهم يعني اسماء مهمة بالعراق. الناس كلها تعرفها اكيد طبعا، ما حد زايره لان ما حد عنده قبره، يمكن يقولون بالبصره بس ما يعرفون وين. فهو بالتحديد في منطقه الزبير، في مقبره البصره صحيح؟ مقبره الزبير ولا مقبره الزبير تحديدا. الزبير قضاء الى البصره، تمام. ف مثل ما جاي تلاحظون هاي عائله بدر شاكر السياب، وهاي مرته قبل شهر من ماتت الله يرحمها. فاللي يجي هنا ويصور يترحم لهم، يقرأ لهم الفاتحة، لأن هذول ناس يعني شلون نقول تاريخ بالعراق، وخرجوا أجيال كثيرة يعني. وشكرا لأخوي اللي جابني هنا واللي خلاني أصور وأطلع على هذا الأمر وأوصل معلومة لكم. أشكركم جدا يعني. هسه نجي نقرأ الفاتحة على أرواح الموتى كلهم يعني، وعلى روح الشاعر بدر شاكر السياب ومرته وعمه وكل عائلة مالته. كل إنسان عنده رسالة يوصلها للمجتمع مالته وتنتهي مسيرته في الحياة، مثل بدر شاكر السياب والرصافة وغيره وغيره وغيره. هواي شعراء اللي موجودة في العراق أو العلماء اللي كانوا هنا خرجوا أجيال كثيرة يظلون تاريخ لنا، والتاريخ لا ينسى. الشاعر كانت عنده إنسانية، كانت عنده رحمة، يعني ما عنده فد مع الناس، محبوبة جدا اللي عارفه اللي سألت عليه هواي. فإذا كانت عندك إنسانية راح تقدر توصل رسالتك للمجتمع اللي تريده أنت. فبدر شاكر السياب وصل رسالة لجميع العراقيين وخرج أجيال هواية،
وما شاء الله يعني هالسبب انا جيت المقبره وزرته وقرينا الفاتحه والحمد لله والشكر. واشكر ربي سبحانه وتعالى انه اطعمني هاي يعني الفلوج او الجاي لهنا يعني. الحمد لله والشكر. وشكرا لاخوي طبعا، اشكرك مره ثانيه يعني الله يوديك. اهلا. طبعا مثل ما لاحظتوا المقبره مقبره الزبير في البصره في قضاء الزبير. هنا هواي من الشعراء والعلماء وهواي مثل ما اخويا قدم لكم هواي شغلات ويعني ذكر لكم هواي امور. اوكي، فشكرا لهم. فاللي يحب يزور بدر شاكر الزيات في منطقة الزبير في مقبرة الزبير يزور خليه يزور. تحياتي لكم، والى اللقاء. خليكم وياي فلوق جديد. باي باي.